بتبدأ الحكاية بولد بيكون واقف وعمال يراقب في البنات ويجيبهم من فوق لتحت، والولد ده هو بطلنا النهارده واسمه ريتو. واثناء ما بيكون بيراقبهم وبيبص على بنت معينه فيهم، بيجي صاحبه وبيقول له انت بتعمل ايه؟ بيتفاجئ ريتو وبيقول له يا باشا ما بالراحه علينا. ساعتها طبعا بيجذب انتباه المدرسه كلها، وكلهم بيبصوا عليه وبيقولوا العبيط ده بيعمل ليه كده؟ بيقول له صاحبه هو انت كنت بتبحث عن البنت اللي انت بتحبها مرة تانية؟ ساعتها بطلنا بيتوتر وبيحمر وبيصفر، والبنت دي بتكون اسمها سانجيري، وبيسأله بطلنا وبيقول له انت اعترفت لها بحبك ولا لسه؟ ساعتها بنعرف ان بطلنا ريتو ما اعترفش المرة دي بس، لا ده اعترف مرات كتير قبل كده، لكن في كل مرة كان بيحصل حاجة بتبوظ الموضوع كله، زي انه تيجي كورة طايرة في دماغه. وهكذا بقى يا صديقي، كل مرة بيحصل له حاجة بتخليه ما يقدرش يعترف لسانجيري بحبه، لكن بيقرر اليوم ده انه يجمع شجاعته ويعترف لها بقى بحبه. وفي الاثناء دي بتبقى جاية عليه وبتقرب، لكن بتعدي من جنبه ولا كأنه شفاف وما بتسلمش عليه حتى. ساعتها بطلنا بيوقفها ولسه هيكلمها، بتقوله خلي بالك، لكن بيبص وراه وهنا كانت المفاجأة. بيلاقي جسم طاير من السماء هينزل عليه، وفعلا بينزل بيدمر المكان. والجسم الغريب ده بيكون عبارة عن مركبة فضائية، ونزلت على الأرض مباشرة جنبه بالظبط، وكان خلاص هيتصاب، لكن بيلحق ريتو نفسه في آخر لحظة. ساعتها بيرجع بطلنا ريتو لبيته وبيلاقي أخته قاعدة على الكرسي وبتقوله والدك هيتأخر النهاردة مرة تانية، لكن ريتو ما بيهتمش وبيدخل غرفته وبيتكلم مع صاحبه في التليفون، وبيكون صاحبه قاعد يتفرج على المجلات، ويقول له في صور قدامي لو هتشوفها مش هتقدر تمسك نفسك. وبيقترح عليه صاحبه فكرة قذرة جدا، وهي انه يصور سنجيري البنت اللي بيحبها وهي لابس السباحة. ساعتها بطلنا وشه بيحمر وبيطلع من ودانه دخان، وصاحبه بيفضل يضحك عليه. بعدها ريتو بيدخل الحمام عشان ياخد حماية كده ويروق على نفسه، واثناء ما بيكون ريتو قاعد في الحمام بيتخيل سانجيرا بملابس السباحة وبيبقى وشه كله احمر. فجأة مية الاستحمام بيحصل فيها حاجة غريبة، وبينزل نيزك على الأرض وبيدمر المكان، والقوة اللي في البانيو دي بيطلع منها ضوء شديد جدا، وبعدها بيحصل انفجار في الحمام والمية بتطير في كل حتة. وبطلنا بيشوف حاجة غير متوقعة تماما، وهو إن في بنت بتظهر قدامه وبتكون عارية، والبنت بتكون فرحانة جدا وبتقول أنا هربت. بس أول ما بتفتح عينيها بتتفاجئ من اللي ريتو بيعمله، تقف قدامه بالمنظر ده، وبيبقى ريتو مش مصدق نفسه وإن هو فعلا شايف قدامه كده ولا بيتهيأله. وبتسأله البنت دي سؤال غريب جدا وبتقول له انت خلصت؟ ساعتها بقى ريتو بيصرخ، واول ما بيصرخ بتسمع صوته اخته وبتجري على الحمام عشان تشوف فيه ايه. بتلاقي ريتو واقع على الارض وبيصرخ وبيقول لها ان في جوه بنت معرفش طلعت منين. وهنا كانت الصدمة، اول ما بتدخل اخته الحمام مش بتلاقي اي حاجة خالص، وبيبقى ريتو متأكد ان هو شاف الموضوع ده قدامه مش بيتهيأله. اخته بتقول له انت شكلك كان بيتهيألك، روح استريح احسن لك. ساعتها ريتو بيرجع لغرفته وبيتصدم أول ما بيشوف البنت قاعدة قدامه على السرير، وبتسلم عليه أول ما بيدخل، لكن هو بيخاف جدا وبيرجع لورا وبيبقى بيمسك دماغه ومش عارف هو اللي بيشوفه ده قدامه حقيقة ولا خيال ولا إيه بالظبط. فبتقول له البنت دي إن اسمها لالا وجاية من كوكب تاني اسمه كوكب ديوفليك. بس ريتو مش بيبقى مصدق الكلام ده ومغمي عينه وبيقول لها أنا مش مصدق أي حاجة من اللي أنت بتقوليه ده، أنت بتتكلمي زينا وشكلك زي البشر. ساعتها بتقول له طيب انا هوريك حاجة عمرك ما شفتها. لما بيبص طبعا بيتصدم، بيشوف ان عندها ديل بيكون لونه اسود. بيتفاجئ بطلنا وبيسألها انت ازاي وصلتي لعندي هنا، فبتعرفه ان في ايديها صور، والصور ده بيخليها تنتقل لأي حتة هي عايزاها، وبتعرفه ان في ناس بيطاردوها وعايزين يتخلصوا منها. بس ريتو ما بيبقاش مهتم لقصتها ومهتم لحاجة تانية، وهم المدافع اللي عندها. ولما لالا بتبصله بيتحرج وبيقول أنا ببص فين برضه كده. وبيظهر صديق لالا وبيكون اسمه بيكي، وفجأة لالا بترمي المنشفة وبيتفاجئ ريتو وبيقول لها أنت عملت ليه كده، لكن بيستخدم بيكي قوته وبيخليها تلبس هدوم، وده بيكون عن طريق القوة بتاعته. وبيبص ريتو على الهدوم الجميلة اللي أول مرة يشوفها في حياته، وفجأة بدون مقدمات بيدخل اتنين أقوياء وبيقفوا قدامها، وبيخاف ريتو وبيقول شكلهم هم دول اللي بيطاردوها، وبيمسكها واحد منهم
بيبقى ريتو ساعتها مش عارف يتصرف ازاي، وبيخنقها الشخص ده وهي مش عارفة تفلت منه. ساعتها ريتو بيجمع شجاعته وبيتزحلق على الأرض وبيضرب الكولا برجله، بتيجي في وش الشخص ده فبيسيبها وبياخدها ريتو وبينط من الشباك وبيجري على أسطح البيوت. وساعتها في كلب صغير بيشوفهم بيقعد ينبح، والكلب ده للمفاجأة بيكون بتاع سانجيري اللي بتشوف ريتو والبنت بيجروا على السطوح. لكن واحد منهم بياخد عربية ضخمة وبيحدفها على الطريق وبيخليهم ما يعرفوش يعدوا وبيحاصروهم. بعد كده وبتظهر فجأة مركبة فضائية ضخمة وبينزل منها شخص بيكون اسمه زاستون، وبيقول لريتو يبعد بدل ما يخلص عليه. ريتو بيتوتر وبيكون مش عارف يتصرف ازاي، يسيب لالا ويمشي ولا يعمل ايه. وبيتصدم ريتو لما بيعرف ان لالا هربانة من البيت. فجأة لالا بتستخدم القوة بتاعتها وبتخرج آلي بيشفط ال3 أشخاص دول والمكان كله، وأي حاجة بيقابلها بيشفطها، حتى ريتو بيشفطه هو كمان، وبتبقى لالا مش عارفة توقفه ازاي. بس الآلي لما بيتملي بيحصل انفجار كبير، وبنعرف ان لما الآلي انفجر ريتو خرج بسلام. وبيجي تاني يوم وبيروح ريتو المدرسة، وأثناء ما بيكون بيتمشى بتحصل حاجة غير متوقعة تماما، وإن سانجيري بتنادي عليه وبتصبح عليه وبيبقى مش مصدق عينيه. ساعتها سانجيري بتفتكر أثناء لما كان بيجري امبارح بالليل. ساعتها بيقرر ريتو إنه يعترف بحبه ليها، وفعلا بيقول لها أنا حبيتك من أول مرة شفتك فيها وعايزك تخرجي معايا. لكن أول ما بيفتح عينه هنا كانت الصدمة، وبيشوف لالا قدامه، وبتبقى فاكرة لالا إن الكلام ده رايح لها هي. وبيجي تاني يوم وريتو بيصحى من النوم بيتفاجئ إن لالا نايمة جنبه، فبيتصدم وبيقع على الأرض. وأول ما بتفوق لالا بيقول لها أنت إيه اللي جابك هنا؟ ولما بيشوفها بتبقى عارية تماما وشه بيحمر، وبيقول لها هو في إيه؟ ما تلبسي لك حاجة. والصدمة الأكبر لما أخته بتدخل عليه وبتشوف المنظر ده، بتقفل الباب بسرعة وما بيعرفش ريتو يفهمها أي حاجة. بعدها بتلبس هدومها وريتو بيسألها هي ليه نامت جنبه بالمنظر ده، فبتقول له انهم مخطوبين. وفجأة بيدخل عليهم زاستن وبيوجه السلاح في وش ريتو وبيقول له انت دلوقتي خاطبها وما تقدرش انك تبعد عنها، لانه لو رفض الخطوبة دي هيبقى كده عرض كوكب الارض لمشكلة كبيرة، لان الزعيم بتاعهم هتقوم حرب بينهم وبين كوكب الارض. بعدها بيروح ريتو للمدرسة وبيقابل صاحبه وبيقف معاه، وفجأة بتقرب سانجيري عليه وما بتعبروش وبتمشي، وبيبقى ريتو مش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعد ما بيخلص ريتو الحصة اللي بيكون قاعد فيها بيروح بعد كده ورا سانجيري عشان يفهمها ايه اللي بيحصل بالظبط. وساعتها بتوصل لالا للمدرسة، وكل الطلاب الولاد أول ما بيشوفوها بيقعوا في حبها. أول ما بيسمع ريتو صوتها بيجري عليها وبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ فبيسألوا صاحبه مين دي وانت تعرفها امتى؟ على طول بتمسك في دراعه وبتقول لهم ان هي تبقى عروسته. فبيتصدم ريتو وبيتصدموا هما كمان، وبيحاول ريتو انه يفهمهم ان اللي بيحصل ده غلط، لكن بتبوظ الدنيا اكتر لالا وبتقول لهم على اللي حصل بينهم امبارح بالليل. فبيتعصبوا الطلاب جدا وبيجروا وراهم هما الاتنين، فبياخدها وبيهرب وبيوصلوا للباب لكن بيكون مغلق والعيال كلهم بيجروا وراهم. ساعتها ريتو بيفتكر الخاتم اللي بتقدر تتنقل بيه وبيقول لها الخاتم ده فين؟ فبتطلعه وبتستخدمه وبيختفوا من قدام الطلاب في ثانية، وبيستغربوا أول ما بيشوفوا إن ريتو اختفى من هدومه. والصدمة لما ريتو بيوصل لمكان هو ولالا بيكونوا الاتنين من غير هدوم. وكمان الصدمة الأكبر لما بتبقى سانجيري واقفة وراه وبتقول لهم انتوا الاتنين بالمنظر ده بتعملوا ايه؟ ساعتها ريتو بيقوم يقف عشان يفهمها اللي بيحصل، فبتقول له انت مش شايف؟ انت مش شايف؟ وبيرجع ريتو للبيت هو ولالا وبيبقى على وشه كف جميل من سانجيري، وبيقعد بعد كده على الكنبة وبيتفرج على أخته ولالا وهم قاعدين يلعبوا، وهو قاعد بيفكر في شيء يقدر يبوظ بيه الجوازة دي. بعدها ريتو بيروح يقعد كده شوية وبيرجع تاني بيلاقي أخته مشت، فبيحاول إن هو يقرب من لالا. لكن في الوقت ده بيجيله زاستن وبيقول له انا راجع للسفينة. بيتفاجئ بطلنا وبينط من مكانه وبيروح بعد كده ينام. ولما بيصحى الصبح بيلاقي لالا نايمة جنبه، فبيقرر بقى ان هو يمسك المدافع، لكن بيطلع ان هو الآلي نايم هو كمان، فبيمسكه وبيرميه. وكل ما بيحاول ريتو ان هو يقرب من لالا بتحصل حاجة بتخليه ما يقدرش يلمسها،
بعدها بياخدها وبيروحوا يقعدوا هما الاتنين مع بعض، وبتفضل تتكلم وتحكي له قد ايه هي كانت مستريحة معاه أول ما شافته، لأنه أول ما شافها قعد يسمعها وصدقها، وكمان كان عايز يحميها من الناس اللي عايزين يقتلوها. وبيجي تاني يوم وبيروح ريتو للمدرسة وبيبقى قاعد، لكن فجأة المدرس بيقول لهم رحبوا بالطالبة الجديدة، وأول ما بتدخل الطالبة الجديدة بتبقى الطالبة دي هي لالا، وبيتصدم ريتو أول ما بيشوفها.